يا صباح الجمال، ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وراحه بال. مين عنده بقى قمر زي قمري كده هيتم 6 سنين النهارده؟ مكوكه طبعا. تعالوا النهارده هنعمل جاتوه سواريه، مش قادره اقول لكم اقتصادي وسهل وسريع من غير مكونات كتير ولا افتكاسات كتير، وهيطلع معاكي بجد خطير ما شاء الله. اللهم بارك كده. ساق 30 في 40 ببيضتين بس ومن غير لبن ومن غير اي اضافات كده. لايك وشير لو الفيديو عجبكم، ما تنسوش كده في كومنت حلو تقولوا المكه كل سنه وهي طيبه. تمت 6 سنين النهارده، كل سنه وانت طيبه يا اجمل واحلى مكوكه. انا بصراحه حبيت ان انا اشارك معاكم الفيديو ده عشان يبقى انت طيبه يا قلبي. عيد ميلادك جاي مع المدارس، في حد يعمل عيد ميلاد مع المدارس يا مكه؟ ايوه طبعا. مين؟ انا طفيت الشمع عشان انا الدبل دي حبيبتي احط فيها الموضه يعني. حلوه قوي للمدرسه. ومين جاب لك تاني؟ يلا يوسف ادخل بالهديه. حلويات، كله حلويات. يلا يا ابني ادخل بالهديه. حاجات حلوه كتير. طب حطها جنبك على طول يا مكه وبعد كده نبقى نفتحها. يلا يا بولا ادخل بهديتك. واو يلا يا انس. هنفتحها بعدين. يلا شوف هدية انس كمان. مين تاني فاضل هديه؟ حمودي. يلا تعالى حمودي بسرعه. كلها حاجات حلوه حبيبي انس نفسي كمان الوحيد صارف ومكلف بقى. كل سنه وانت طيبه يا قلبي. خد يا مكه ديت حمودي وحمودي كمان. يا نهار ابيض. واو بالنص يا مكه ماشي. حاجات حلوه كتير كلها حاجات. ده لعب. الله. لا صارف ومكلف بصراحه. يلا يا اخواتي ندخل على المقادير ونقول بسم الله. اول حاجه الصاج بتاعي دهنته كويس جدا جدا بالزيت، وبعد ما اتاكدت ان كل حاجه بالذات الجناب اتدهنت كويس جدا بالزيت، هجيب كبشه من الدقيق وابدا اسمي الله وافضيها كده اهوت، وابدا بقى ايه اجيبه يمين وشمال وفوق وتحت ان انا اوزعه كله كويس جدا بالدقيق. الحركه دي يا جماعه بتخلي الكيكه بتاعتك ما بتلزقش معاكي خالص. اللهم بارك. تيجي تطلعيها كده بتطلع معاكي بكل سهوله. طبعا انا خلصت كده الصاج، كل الزوايد دي انا هشيلها، وبعد كده طبق فاضي كده وقمت هكسره فيه على طول بالتين، ومعايا كوبايه من السكر، ومعايا كوبايه الا ربع من الزيت، ومعايا فانيليا، وعينك هنا ما تشوف الا النور. عايزه طبعا تسهلي على نفسك وتحطي الحاجات دي كلها في الخلاط، تضربهم كده لمده دقيقتين ولا حاجه، وترجعي تحطيهم تاني في الطبق انت وراحتك. بس بصراحه انا حبيت النهارده ان انا اسهل عليكي بالمضرب اليدوي، بيسهل علينا حاجات كتير جدا. اللهم بارك. ربنا يحسن ما بين ايديك ان شاء الله. وما تنسيش تجربي الوصفه تقولي رايك فيها ايه. قلبي بقى يا ست البنات كويس جدا جدا. وبعد كده معايا كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقه كبيره من اللبن البودر، وعليها معلقه كبيره من البيكنج باودر فقط لا غير. قلبت مقاديري كويس جدا، نبدا اسمي الله. والدقيق لازم يتنخل بالبيكنج باودر باللبن بكل حاجه عشان خاطر الكيكه بتاعتك تطلع هشه كويسه قوي. تمام. اخر اضافه هضيفها معلقه كبيره كده من البيكنج باودر. ماشي. انا هنا حطيت معلقه كبيره من اللبن البودر، عليها كوبايه من الميه. طبعا انت ممكن تستغني اللبن البودر والميه وتحطي كوبايه لبن لو عندك. انا ما كانش عندي متوفر اللبن حليب بصراحه. قلبتها كويس قوي قوي قوي. اللهم بارك كده. في الاخر هجيب طبق واقسم نص الخليط كده، وبعد ما اقسم نص الخليط هضيف عليه معلقه ونص من الكاكاو الخام. لو عندك مثلا كاكاو محلى اللي هو النسكويك، حطي مثلا معلقتين كبار كده عشان هو بيبقى فاتح شويه. تمام. بعد ما ضفت كده الكاكاو هسمي الله برده وابدا اقلبه كويس قوي قوي من غير ما هزود له مثلا ايه اللبن ولا اي حاجه، لان الكيكه بتاعتي كان قوامها حلو قوي ما شاء الله اللهم بارك. وبعد كده هجيب الصاج بتاعي وابدا اسمي الله، وبنفس الايد كده انا ماسكه الطبق ده بايد والطبق ده بايد، وهدلقهم الاثنين مع بعض. تمام. خلصتهم كده اهوت. نبدا بقى نسمي الله ونجيب المعلقه بتاعتنا واحده واحده كده ننزل بقى هنا الشوكولاته كده، واحاول افردها واسويها كويس قوي. وانا بفردها يا جماعه ان انا يعني ما كحتش في القعر بتاع الصينيه، انا ما بوصلش للقعر خالص، انا من على الوش خالص كده. هغسل بقى المعلقه وبعد كده اجيبها تاني عشان انزل الكريمه، عشان ايه الشكل يعني المظبوط كده، ما يبقاش فيه هنا حته شوكولاته مثلا وهناك حته كريمه ولا حاجه. وزعتها كويس قوي قوي. واثناء ما كنت خلاص قربت اخلص كده فتحت الفرن متوسط كده، وبدات ان انا اسمي الله. وبعد ما خلصتها وسويتها كويس قوي اديتها هبرتين كويسين كده على الرخامه عشان اتاكد ان مفيش اي هوا فيها، وقمت مدخلاها الفرن. ما شاء الله اللهم بارك. يعني من ربع ساعه ل 20 دقيقه بالظبط، وطلعت معايا خطيره اللهم بارك. شايفين الجمال؟ نصين كده. بصراحه انا اول مره اعمل الفكره دي، بس بصراحه بهرتني. هسيبها بقى لغايه لما تبرد خالص خالص، وبعد ما تبرد هحطها في التلاجة كمان عشان اتاكد ان هي بردت تمام. معايا كيس من الكريم شانتيه الخام. بصراحه الكيس ده حلو جدا جدا، ده محلى فيه سكر معلش، فانا بضربه كده بيبقى معايا حلو جدا بنص كوبايه من الميه المثلجه.
تمام. عايزه تجيبي مثلا اللي هو الكريم شانتيه الخام من عند العطار براحتك، بس انا بفضل اللي هو دريم بصراحه، حلو جدا جدا، استعملته كتير قوي، وزعته كده زي ما انتم شايفين بالتساوي خالص. هو كيس واحد ما شاء الله، انا حاطته بصراحه على الصينيه بتاعتي. عايزه تزودي انت وراحتك خالص، بس كانت طبقه حلوه جدا ما شاء الله. هنا بقى عندك كذا اختيار، اللي يعني التزيين ده انت وراحتك. عايزه اقول لك بجد خطير. ممكن تعملي صوص شوكولاته مثلا، ممكن تجيبي مثلا قطع مانجا زي ما انا ما عملت كده، قطع مثلا مربعات، عايزه تخليها كده يعني زي ايه، زي جوانح كده، براحتك خالص. التقطيعه اللي تناسبك واللي تفضليها. عملت نص كده من المانجا زي ما انتم شايفين، هي دي كانت مانجا متفرزه وانا قطعتها مكعبات كده، فتحس ان هي ايه، مش ماسكه نفسها قوي كده زي ما تكوني لسه شارياها. خلاص كده خلصتها. جبت بقى شوكولاتايه كبيره كده وقمت بشراها، وجبت طبعا اللي هي الحبوب الملونه دي اللي اسمها شوكوبونو، ماشي، عشان مكه بتعشقه. وجبت شوكولاتايه كده، بصوا اي شوكولاته عندك ابشري كده، ممكن تجيبي شوكولاته شيبس براحتك خالص، المتوفر عندك اعمليه، ماشي. زي ما انتم شايفين انا بصراحه حبيت ان انا افرحها كده، فقلت ايه المكونات المتوفره عندي انا هشتغل بيها النهارده. بس بصراحه كانت خطيره بجد، اللهم بارك. اهم تركايه ان انت بعد ما تخلصيها خالص حطيها في التلاجة بس يعني ساعه كده ولا حاجه، تتماسك كده وبتطلع بجد ساعه، بتبقى خطيره. زينتها كده. الشوكولاته دي يا جماعه اللي هي بتبقى زي صوابع كده، بتتباع عند العطار، يعني رخيصه مش غاليه قوي ولا اوفر ولا حاجه، تمام. خلصت كده اهوت وحطيتها بقى في التلاجة كده ما شاء الله. وبعدت بقى جبت ايه المكوكه كده، شمعه 6 سنين وشمعتين كده هابي birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to Cookie, happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا كوكي، سنة حلوة يا جميل. يلا حنبالا بالا حي ابو الفصل، هيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد، فليحيى ابو الفصل. كده نقطع بقى ونشوف الجمال والحلاوه. مش قادره اقول لكم بجد كان طعمها خطير، لازم تجربيها، تنفع معاكي في مناسبه، في عيد ميلاد، لو عندك عزومه، بجد خطيره ما شاء الله اللهم بارك. شايفين جمالها وحلاوتها من قريب، خطيره. بصوا الجمال، بصوا الحلاوه. مستنيه ايه؟ يلا اعمليها وفرحي عيالك بيها. وبس كده يا اخواتي، الفيديو كان خلص. لو عجبكم واستفدتوا منه ولو حتى بحرف واحد بس، لايك وشير وكومنت حلو زيكم. بحبكم في الله، وما تنسوش تجربوا الوصفه وتقولوا رايكم فيها ايه. واستني طيبه يا قلبي، عيد ميلادك جاي مع المدارس. في حد يعمل عيد ميلاد مع المدارس يا مكه؟ ايوه. مين؟ انا طفيت الشمع عشان